لو محتارة على غدا النهاردة ومش عارفة تعملي ايه، تعالوا بينا نعمل وجبة متكاملة سهلة وسريعة ومش هتاخد معاكي اي وقت، وكمان هتعجبكم جدا. اول حاجة كان عندي نص كيلو كفتة كورتها بالشكل ده، كنت متبلاها وسايباها في التلاجة، طلعتها وعملتها كور صغيرة. في حلة بقى او طاسة هضيف معلقتين من الزيت، لان طبعا الكفتة اصلا فيها نسبة دهون، وممكن تستبدلوا الكفتة بالسجق او ممكن اللحمة او فراخ زي ما انت عايزة، فممكن تعملي الوجبة بدون اي كفتة وبدون اي فراخ وبدون اي حاجة. اعملي الخطوات دي هتكون سهلة وبسيطة جدا. بسوح هنا الكفتة او بسويها على نار هادية بالشكل ده لحد ما تستوي وتاخد لون حلو كده. طبعا هي مش بتغيب في السوا لانها كور صغيرة. بعد ما تستوي او تاخد اللون ده كده هبدأ بقى اخرجها في طبق واركنها على جنب. وفي نفس الطاسة مكان الكفتة هضيف بصلاية مفرومة متقطعة قطع صغيرة، هي بصلاية متوسطة كده، وهبدأ بقى اقلبها بالشكل ده لحد بس ما تدبل. بعد ما تدبل معايا بالشكل ده هضيف معلقتين كبار من معجون الصلصة او معلقة، او ممكن تستغني عنها. بعد كده هضيف مكعبات بطاطس صغيرة، يعني حوالي بطاطساية، وكمان جزر برضو مقطعاه قطع صغيرة او مكعبات صغيرة، وشوية من البسلة اللي احنا مفرزينها في التلاجة. وهبدأ بقى اقلب الخضار ده كله مع بعضه وابهره بتبهيرة بسيطة جدا. هضيف هنا معلقة صغيرة من الفلفل الاسود ومعلقة صغيرة من الكمون، طبعا ملح طبعا على حسب الذوق. وهضيف كمان معلقة صغيرة من السبع بهارات او بهارات السبعة او اي بهارات مشكلة عندك. وهقلب بقى الخضار مع التوابل بالشكل ده. يكون طبعا عندي مية مغلية، وازودها مية مغلية بس مش كتير. كمان ان انت تقدري تستغني عن الخطوة دي، وبدل الخضار ما تسويه بالطريقة دي ان انت تسويه في الزيت، بس انا شايفة ان الطريقة دي اخف بكتير. ضفت شوية مية صغيرين، بسيب الخضار يستوي ومش عايزاه يتهري، يا دوبك بس يستوي كده. في حلة تانية ضفت معلقتين من الزيت مع مكعب من الزبدة او السمنة، وهبدأ اضيف شوية من الشعرية العادية او الشعرية الباكستانية، يعني دي او دي المتاحة عندك. دي شعرية عادية، وهبدأ احمرها كده بالشكل ده. هنا البسلة كده استوت او الخضار معايا استوى لان انا مقطعاه مكعبات صغيرة، وبدأت المية تقل خالص. هنا بقى بعد الشعرية ما اتحمرت بالشكل ده هضيف بقى كوبايتين من الرز البسمتي. تقدري تستغني عن الرز البسمتي او تستبدليه بالرز المصري العادي خالص. هبدأ بقى اشوحه كده، وهضيف طبعا الملح، شوية من الملح، وهضيف برضو بهارات بسيطة جدا. هنا ضفت الملح. هضيف بقى رشة بسيطة من الفلفل الاسود، ومعلقة صغيرة من الكركم او ممكن بودرة الزعفران المتاح عندك. واقلب بقى الرز بعد ما يتشوح مع الشعرية بالشكل ده كده. هضيف بقى زبيب، ده زبيب اسمر وفيه زبيب اصفر، وتقدري تستغني عن الزبيب لو انت ما بتحبيش الزبيب. وهبدأ بقى اشوحهم كده مع بعض. بعد كده اضيف مية مغلية، وطبعا على حسب كل نوع من الرز لان انواع الرز بتختلف وبتحتاج مية قد ايه. بعد كده اول ما يبدأ يتشرب هوطي عليه النار عشان يكمل سواء براحته. شايفين اللون هنا عامل ازاي؟ اللون تحفة، الرز مظبوط جدا جدا. عايزه اقول لكم ريحة الرز فعلا رهيبة. وهنا الخضار خلاص استوى وما اتهراش، يا دوبك بس واخد السوا كده. وفي نفس الوقت المية اللي انا كنت ضايفاها قلت خالص، انا مش عايزة مية كتير عشان ما تعجليش الرز. وزي ما قلت لكم تقدروا ان انتوا تعملوش الخطوة دي وتحمروا او تسووا البطاطس في الزيت والبسلة وكمان الجزر، وتكونوا مقطعينها قطع مكعبات صغيرة كده. هتحافظ لكم على اللون الخضار، ولكن حاسة ان ده اخف بكتير. قلبت بقى الخضار اللي احنا عملناه مع الرز، طبعا زي ما قلت لكم ما فيهوش سوائل كتير الخضار، عشان كده مش معجن الرز او هيعجن الرز. بعد كده اضيف بقى الكفته اللي احنا عملناها، ونقلب التقليبه او الخلطه دي او التشكيله دي كلها مع بعض، واغطيها بس لمده دقيقتين. بعد كده هبدا اقدمها بالشكل ده. شايفين الشكل اصلا عامل ازاي؟ انت تاكليها من الحله ما تاكليهاش في طبق. حلوة جدا وريحتها كمان جميلة جدا، والخضار مع الميكس بتاع الشعرية والرز البسمتي مدي نكهة حلوة كده. تسوية الخضار مع تسوية الكفتة يعني واخدة كله من بعضه كده. حطيت بقى التشكيلة دي في طبق التقديم بالشكل ده كده،
وهبدأ بقى ازينه كده بشوية سوداني انا محمصاهم بمكعب من الزبدة، او ممكن تضيفي اي مكسرات زي ما قلت لكم قبل كده، سواء عين جمل، لوز، كاجو، اي حاجه انت تحبوها. عندكم سوداني ضيفوا سوداني، ما عندكوش سوداني ولا عندكم مكسرات ما تضيفوش اي حاجه، ويستكفوا بالتشكيله الرائعه اللي احنا عاملينها او في الطبق المتكامل ده. ضفت بقى رشه بقدونس كده صغيره كده للتزيين، تقدري تستغني عنها، وشريحه من الليمون، واحدة كده نعناع، مش محتاجين نعناع ولا محتاجين اي حاجة تانية. خلاص هو الطبق كده قمر. بنص كيلو كفتة عملنا طبق او وجبة متكاملة فيها كل حاجة، فيها الخضار الصحي، فيها كل حاجة حلوة جدا، وطعمها وريحتها بجد روعة. اتمنى مكونش طولت عليكم الفيديو واستفدتوا منه. لو عجبكم الفيديو لايك وشير، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.